الثالث على حب الحسن والحسين. نوروا مجلسنا بصلوات الله محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، البشير النظير والسراج المنير، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها المكرمون والمكرمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام أيام الاستشهاد، ثامن الحجج، ثامن الأئمة الإمام علي بن موسى الرضا الغريب. نتوسل بالرضا عليه السلام في هذا اليوم المبارك الجمعة. اللهم صل على شمس الضحى ونور الدجى وعلم الهدى والعروة الوثقى وخيرة من تقمص وتردى والنور الساطع والنجم الغامع والفجر الطالع والشمس البازغة والحجة البالغة والنعمة السابقة والنقمة الضامغة والصراط الواضح والنجم اللامع والإمام الناصح والزناد القادح والميزان الراجح والمتجر الرابح، نور الله وكلمته وحجاب الله وآياته، سر الله وحجته، ذي الآيات الباهرة والأعلام الظاهرة والحجج القاطعة للجاج أهل العناد الفجرة، الرضي المرتضى والسيف المنتظى، العادل في القضاء، المتمكن بالتسليم والرضا، الإمام بالحق أبي الحسن مولانا ومقتدانا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله، يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله.
يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله وبذكره صلوات. أيها الأعزاء، ربما تسمعون عبارة مثل الإنسان الجاهلي والمجتمع الجاهلي والأفكار الجاهلية. فما معنى الجاهلية؟ إن القرآن الكريم وصف حياة العرب قبل الإسلام بالجاهلية، وهي حياة كانت مؤسسة على الشرك بالله وعلى الظلم والفساد. وذكر القرآن الكريم الحوارات التي جاهدها الأنبياء عليهم السلام، وذكر كيف دمرها الله سبحانه بعد منحرفها عن الإيمان بالله ومندفعها إلى الكفر والطغيان. فهل كان الناس في هذه الحضارات الجاهلية يجهلون القراءة والكتاب والعلوم؟ كلا، فقد دمر الله تعالى تلك الأمم لأنها كانت محاربة لرسالات الأنبياء عليهم السلام، ولأنها رفضت عقيدة التوحيد المقدسة وعاشت في ظلمة الضلال. ومعنى هذا أن الجاهلية وصف لكل مجتمع يجهل معرفة الله ولا يؤسس حياته على نور الإيمان، ووصف لكل سلطة معادية لدين الله، سواء كان ذلك في الماضي أم يكون في الحاضر. فالمجتمع الذي ليس له نور من الإيمان والعقيدة سيدمر الله تبارك وتعالى ذلك المجتمع بسرعة عجيبة. ومن نور الإيمان؟ ومن نور الإيمان؟ نور الإيمان يعني الولاية. نور الإيمان يعني حب الحسن والحسين عليهم السلام. نور الإيمان يعني حب الزهراء سلام الله عليها. نور الإيمان يعني محبة أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين. وكيف تحصل هذه المحبة؟ هل يكفي أن نقول نحن في طريق أهل البيت ونعمل خلاف قولهم؟ يا أهل الإيمان، أين المحبة؟ أين الأخوة؟ أين الصداقة؟ أين العفو؟ أين التعاون؟ أين الإيثار؟ أين التقوى؟ أين الورع؟ أفتخر بوجودكم يا أصحاب جدي المقدس، يا أصحاب والدي المعظم، لأنكم أهل الإيمان والمعرفة، لأنكم أهل التقوى والعقيدة، ولله الحمد أنتم سالكون في طريق الحق، يعني في سبيل أهل البيت، في طريق شيخنا الأوحد وسيدنا الأمجد وبذكرهما صلوات. وكما صرحت كرارا أقول أنا في خدمتكم بقدر استطاعتي، هذا فرض علي،
هذا واجب علي لأن أكون في خدمة الدين والمؤمنين، في خدمة أهل البيت، في خدمتكم يا أهل الوفاء، يا أصحاب جدي المقدس، يا أصحاب والدي المعظم. أنتم الأحرار، أنتم الأحرار وأنتم الأحرار. وهذا آخر كلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في خدمة الدين وفي خدمة أهل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.